عليكم يا جماعه. انا النهارده كنت بفطر في مكان ما، ولقيت الاداب موجودين وبيتكلموا على المنتج انا بصراحه كنت مجرباه من زمان، بس انا بقالي فتره ما جربتهوش. فانا اخدت وعد ان انا هاخد المنتج وهجربه عندي في قناتي مطبخ ايمان جنيدي، وهقول لكم المنتج ايه اخباره. بامانه ربنا انا ما بنزلش اي حاجه في قناتي الا ما بكون مستعملاها قبل كده، على اساس لو طلعت كويسه بقول كويس، لو طلعت وحشه بقول مش كويسه ما تستعملوهاش. ولو دخلتوا على قناتي مطبخ ايمان جنيدي هتلاقوني انا كل المنتج بعلن عنه، فانا بعلن عنه بعد تجربه شخصيه. استنوني في قناتي مطبخ ايمان جنيدي لما اقول لكم المنتج ده اخباره ايه. سلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم في مطبخ ايمان جنيدي. النهارده ان شاء الله هنعمل ام علي. هنعملها بطريقه لذيذه، والحاجه اللي احنا حاطينها فيها طبعا اللي هي ام علي نفسها، دي مش ام علي، دي اصلا اساسا بيبقى رقاق اللي هو الناشف، وبحط عليه السمنه. طبعا السمنه بتاعتنا اللي احنا النهارده بنشتغل بيها ان زيت، وهقول لكم مناسبه ان زيت دي النهارده انا عملت بيها ليه ومناسبتها ايه. المهم انا كنت حطيت عليها معلقتين او 3 كبار على الرقاق الناشف، وحطيتها في الفرن على نار هاديه لحد ما بقت بالشكل ده كويس. انا هوريكم بتبقى طعمها حلو جدا كويس. طبعا معانا طبعا السمنه بتاعتنا النهارده اللي هي ان زيت. عندنا طبعا جوز هند، عندنا بندق، اي نوع بقى مكسرات انت عايزه تحطيها، زبيب، اي حاجه مفيش مشكله. عندنا هنا طبعا وش لبن، ده انا برضو بحطه فوقيها. اول حاجه هنعمل بيها طبعا احنا طبعا ناقصنا اللبن بتاعنا اهو سخن ومحطوط عليه السكر بتاعه، ايا كان بقى السكر اللي انت عايزاه، سكر كتير سكر شويه، دي حاجه على حسب الرغبه. اول حاجه بناخد معلقتين سمنه او 3 معالق سمنه بمعنى اصح اهو، هنحطهم في الطاجن كده من تحت. انا بعملها في طاجن كبير، ممكن تعمليها في طواجن صغيره زي ما انت عايزه، كل واحد على قد الفرد بتاعه مفيش مشكله. عايزه تعمليه في واحد كبير وتحطي منه يعني مفيش مشاكل. ادي اهو الطاجن بتاعنا اهو. هنيجي نحط الام علي بتاعتنا او الرقاق اللي احنا منشفينه وحاطين عليه السمنه تلقين زيت. طبعا احنا لازم ندهن الاول الطاجن من تحت كده اهو. طبعا انا هقول لكم ان زيت دي النهارده انا جبتها ازاي. اولا انا ما اشتريتهاش، انا النهارده بصراحه كنت بفطر بره وكانوا بيتكلموا عن المنتج بتاع السمنه. اولا انا كنت بستعملها من زمان، بس انا وقفتها بقالي فتره بتاع اكتر من 3 سنين لاني كنت بستعمل السمنه البلدي العادي كويس. ودي بعد كده بقالي فتره بستعمل السمنه اللي هي من عند الفلاحين، السمنه البلدي اللي عند الفلاحين، عشان كده وقفت الان زيت من عندي يعني. طبعا احنا حطينا هنا الجزء من الرقاق اللي احنا عاملينه، هنحط برضو شوية بندق اهي من تحت في النص كده. هنبدأ نحط تاني ورقة كمان اهي. فبقول لكم بقى، فرحت عامله النهارده، فلقيتهم النهارده ناس قاعدين صحابات الشركه وبيتكلموا على ان الزيت وكده، فانا بصراحه شميتها لقيتها ريحتها حلوه وقلت لهم انا هجربها، ولو طلعت كويسه انا هعمل له يعني هقول يعني ان هي كويسه. اولا انا لما جيت طبعا البيت وحطيتها على ال على الرقاق دوت، وجيت سويته زي ما انتم شايفينه بقى لونه كده غامق كده شويه، فكانت ريحتها حلوه جدا. هي كريحه حلوه، بس انا بصراحه لسه ما دقتش ايه الطعم بتاعها. هنبدا بقى نحط شويه جوز هند تاني اهو. عايزه بقى تحطي زبيب، عايزه تحطي اللي انت عايزه تحطيه، مفيش ادنى مشكله. فقلت بقى النهارده ايه هشوفها وهقول لكم انا رايي ايه فيها اذا كانت كويسه، لان المنتج واضح ان هو اتعدل فيه. يعني الناس اللي كانت بتستخدمها زمان هتلاقي لو استخدمت انا شامه ريحه كويسه جدا. هنا طبعا عندنا اللبن بتاعنا، انا حاطه عليه السكر طبعا على حسب ما انت عايزه.
مفيش مشكله. انت عايزه تحبي معسل قوي بس لازم يكون سخن. ده كيلو لبن. عندي طبعا وش اللبن هنا اهو بحطه برضو. هي من الحاجات اللي لازم بتبان فيها طعم السمنه اذا كانت كويسه. الام علي، رز، البيض بالبسطرمه، الفطير المشلتت، كل الحاجات دي بتبان فيها طعم السمنه اذا كانت السمنه طعمها حلو ولا وحش. فاحنا ان شاء الله هنجرب ونشوفوا ان زدت النهارده ايه اخبارها، وانا هدوقها وهقول لكم رايي ايه فيها. اهو باخد معلقتين سمنه كمان. طبعا هي ما بتاخدش وقت في الفرن، مجرد ان انت بتحطيها بس تحت الشوايه وبتاخد لون ويبقى كده ايه، هي كده خلاص. هدخلها الفرن وهقول لكم بعد كده الشكل النهائي بعد ما تخلص هتبقى شكلها زي ما انتم شايفين كده. انا حاطه عليها وش لبن وحاطه عليها السمنه ان زد، وهنقوله دلوقتي اهي، وهنشوفوا دلوقتي السمنه ايه اخبارها وهقول لكم في الطعم شكلها ايه. ثواني وهرجع لكم تاني بعد ما تاخد الوش النهائي. ادي يا جماعه اهي، بصوا ادي طلعت من الفرن اهي. ادي ام علي. نبدا بقى ايه نشوف الطعم. انا شامه الريحه بصراحه حلوه جدا. بصوا استنى ندوق بقى. ندوق. قاتلة، ريحتها طعمها في منتهى الجمال بأمانة ربنا. فعلا بالله أقسم بالله طعمها تحفة جدا جدا جدا، وطعم السمنة فيها رهيب قوي قوي قوي، أكتر كمان من السمنة الفلاحي اللي أنا بجيبها. اتمنى ان شاء الله الفيديو ده يعجبكم. ما تنسوش لايك وشير للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.